السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في قناتنا. النهاردة هنتعلم مع بعض أداة مهمة جدا في الإكسل هتوفر عليك وقت ومجهود في شغلك. ولو حابب تتعلم إكسل بشكل كامل ومن الصفر للاحتراف، عملت كورس كامل على منصة يوديمي وسايبة ليكم الرابط في أول تعليق. يلا بينا نبدأ الفيديو. في الفيديو ده هنتكلم عن أداة الفورمات بنتر، والأداة دي بقدر عن طريقها إن أنا أنسخ تنسيقات من خلية لخلية تانية أو مجموعة من الخلايا. الأداة دي بلاقيها في قائمة هوم في سيكشن الكليب بورد، هلاقيها الفرشة اللي هي بالشكل ده. الخلايا دي خلي بالنا هي بتنقل مظهر وتنسيق الخلية فقط، يعني مش بتنقل لي المحتوى نفسه. يعني أنا لو مكتوب عندي كلام في الخلية دي مش بينقل لي نفس الكلام ده. فإحنا مثلا لو جينا هنا أنا عايزة الخلية دي التنسيق بتاعها يتنقل للخلية اللي هنا، فبقف الأول على الخلية اللي أنا عاوز آخد منها التنسيق وبضغط على أداة الفورمات بنتر، وبعد كده باروح على الخلية اللي أنا عاوز أعمل فيها التنسيق واضغط عليها، بالاقيها اتحولت بالظبط زي الخلية اللي أنا واخد منها في الشكل، في المحاذاة، في نوع الخط، في الحجم، في اللون. هنلاحظ كان الخط كان 11 بقى 14، خدت نفس الكلر. ولو الخط ده كان بلون، يعني مثلا خلينا ناخد دي، لو أنا عامل الخط بتاعها لونه أحمر مثلا وجيت عملت فورمات بنتر ورحت هنا، هنلاقي الخط، حتى الخط نفسه بياخد نفس الكلر. طب لو أنا دلوقتي أنا عاوز أعمل التنسيق ده لمجموعة من الخلايا ولكن مش جنب بعض أو مش ورا بعض، يعني أنا لو عندي هنا مثلا مجموعة من الخلايا ورا بعض، أنا مجرد ما هضغط على دي، على الخلية اللي أنا عاوز أخد منها التنسيق ورحت لأداة الفورمات بنتر وضغطت على مجموعة الخلايا اللي ورا بعض، هلاقيه بيعمل لي نفس التنسيق. طب وات اف بقى ان انا عندي الخلايا متفرقه، انا مجرد ما خلاص خلصت شلت ايدي من على الماوس بيخرجني من الامر. فنرجع تاني كنترول زد. لو انا عندي الخليه اهي اللي عايزه اخد منها وعاوز احط في اكتر من مكان مش ورا بعض، فبروح على الفورمات بنتر بضغط عليها مرتين، اقدر اضغط هنا بلاقي نفسي لسه ما خرجتش من الامر، واضغط تاني على اي مكان انا عايزه. ولما بخلص الاستخدام علشان اخرج من الامر، يا اما بضغط تاني على الاداه او ان انا من الكيبورد بضغط على اسكيب، كده بكون خرجت من الامر. بكده نكون خلصنا شرح الفيديو بتاعنا. اتمنى تكونوا استفدتوا وان شاء الله اشوفكم الفيديو اللي جاي. ولو حابب تتعلم اكسل بشكل كامل ومن الصفر للاحتراف، هتلاقي الكورس كامل على منصة يودمي وسايبه ليكم الرابط في اول تعليق. شكرا لكم.